السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كمان ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبرا مبينا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهدائهم واشفي جرحاهم واربط على قلوبهم بالصبر والإيمان يا رب العالمين. حبايبي ومتابعين المحترمين، طبعا الفيديو اللي انا قدامكم ده معرض الكتاب بالقاهرة. حبايبي متابعين المحترمين، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وما ننسوش ندعو لاخواتنا او ندعو لانفسنا كلنا في ظهر الغيب ان ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، ويجبر خاطرنا وخاطركم يا رب العالمين. النهارده جايبه لكم فيديو مختلف كتير جدا عن الفيديوهات اللي احنا بنتفرج عليها ونتابعها. بجد حبيت اشتغل على الموضوع اكتر، اللي هو زاهية وحلمية، او هنخليها بهتان لان انا ما بقتش حابه كلمه داهيه بصراحه، يعني خلينا بهتان وحلميه. حبيت ان انا اشتغل على الموضوع اكتر واكتر، ولازم اشوف الموضوع ده، ولازم كمان ان انا انزل الارض الواقع واروح المكان ده واشوف الست دي. كتير جدا بيحسسونا ان احنا كلامنا غلط، فلازم ندور على الحقائق ونجيبها علشان نثبت ان احنا كلامنا صح، وان احنا على مبدأ واحد، ان الست حلمية هي نفس الست حلمية اللي هي قدامنا، اللي هي يا ستي احنا يا رب تكون من ورا الكاميرا بتموت الناس، ملناش دعوه، احنا لينا بالواقع. يعني مثلا بهتان لينا دعوه بيها في بيتها ولا حياتها؟ لا، لينا على اللي طالع قدامنا، اللي بيطلع قدامنا وبنشوفه، التسجيلات اللي بتتسرب، الحاجات الحقائق الكتير اللي ناس كتير المغيبين مش عاوزين يستوعبوا بيها. يعني انا الفيديو ده نزلته على قناتي السهر للنقد. لقيت واحدة بتكتب لي انك انتي عاوزة تعملي فتنة، وانك انتي فين الفتنة وانا لما ابين الحقيقة هي دي الفتنة. طيب اللي القنوات اللي طالعة على لبنى وحلمية وحمادة والناس دي، يعني هم اللي صح. طب انتوا ما بتروحوش تقولوا لهم ليه اتقوا الله في الموضوع ده؟ ليه ما بتروحوش تقولوا لهم اتقوا الله؟ بالعكس بشوفكم تشجعوا، حتى لو كانت بتشتم ولا بتسب ولا بتنعل ولا بتقصف محصنات. اكتر واحدة على منصة اليوتيوب دلوقتي هم اتنين، هناء مغتربة في فرنسا، وبهتان في سب وشتيمة وقصف محصنات، تبلي، رميت عناوين، كل ده. استحالة يكون الناس دي متغيبة للدرجة دي، يا اما هم يشبهوها، هم نفس الفعل بتاعها. لان الناس اللي بتراعي ربنا وتتقي الله، اللي هم بيخشوا يقولوا اتقوا الله، اللي هم اللي ما بيتقوش الله، اكيد هم مش شايفينش الحقيقة، اكيد ما شايفينش. شغالين بيطلعوا تسجيلات، وهجيب لكم الفيديو اللي هم واخدين منه حتة ومطلعين لبنى ان هي بتغلط في حلمية هم دلوقتي عايزين يعملوا ايه؟ يعملوا فتنة بين لبنى ما بين حلمية، عشان هم دلوقتي بقى ايه؟ لبنى ورانيا وحمادة وحلمية مع بعض بيصوروا مع بعض ومبسوطين وسعداء. فمين المنبوذة؟ بهتان. فدلوقتي فانا هجيب لكم برضو فيديو يثبت ان هي اساسا كل سبب البلاوي اللي هي بتحصل دي كلها هي الرئيسي فيها، هي السبب فيها. الحوارات دي كلها سبب الست الله يرحمها مامتها، لما كانت تطلع على الست حلمية كانت هي تبقى السبب. كل الكلام اللي كان بيحصل كانت تبقى هي السبب، بهتان. فهنا لما تعرف كل واحد يشوف على الاقل خالص، يبقى في حقيقة ظاهرة واصلة. والموضوع هيبدأ من ساعة الدرع بتاع الست حلمية، وشوف الفيديو اللي هي الست حلمية بتتكلم فيه. ولما بهتان قالوا وعيالها عملوا المقلب، يعني عملوا مقلب وقالوا ان امها جالها مرض وحش، وان هي محدش لزارها ولا حد راحلها، برغم ان الست حلمية في الفيديو ده وهو وطارق بيقولك ان انا كنت معاها لحد الساعة 12 بالليل، وان انا كنت معاها وقلت لها لو احتجت حاجة. الست حلمية قالت لها لو احتجت حاجة بكرنيلي وانا اجي اعملها لك. اللي طلعت وقتها فتحت بس مباشر وقالت ان انا مريضه، وان انا محدش دور عليا ومحدش جه سال عليا ومحدش ليه دعوه بيا ومحدش ما يدور عليا انا كنت تعبانه ولا كنت كويسه. فهنا كل واحد لازم يداله حقه، كل واحد يديله حقه، كل واحد لازم يجيله حقه ويرجع له حقه. الظلم حرام يا جماعه. ليه كده؟ لا حلميه هتنفعك ولا داهيه ولا زاهيه هتنفعكم. كل واحد يقول كلمه الحق، محدش يجي يقول لي انت عايزه توقعي وقعت ايه. وانا لما بظهر الحقيقه ولما بقول الحقيقه هو ده توقيع؟
فين التوقيع في المعلومة؟ فين التوقيع؟ ولا انتوا عاوزين تفضلوا ماشيين هي داهية 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 داهية؟ ما بتهيلي كده القنوات دول هما كده، هما كده كأنهم. واللي بتقولي زاهية دي تاج على راسك يا حبيبتي، ده تاج على راسك انتي، انا فيش حد تاج على راسي ابدا نهائي، ولا هيخش يشتمني هشتمه. مفيش احمد زي الحاج احمد، هتحترميني واحترمك، هتكلميني بطريقه بادبه هرد عليكي بطريقه محترمه ومؤدبه، وعايزه تتناقشي معايا في الموضوع مفيش مشكله بالنسبه لي. لكن انت هتقولي لي ابوكي، هقولك ابوكي وابو اللي جابك، لان مفيش حد احسن من ابويا، وعندي جزمه ابويا احسن من اي حد. فاللي هيقول لي ابوكي بالذات، ابوكي دي حط له خط تحتها خطين 3 4 احمر، اقول له ابوك وابو اللي جابك، مفيش مشكله بالنسبه لي. انا محترمه مع المحترم، قليله ادب مع قليل الادب، انا كده. فمحدش يختبر صبري، انا بقولها لكم اهو من متابعين زاهيه، محدش يختبر صبري، مفيش مشكله بالنسبه لي. المهم كمان طلعت وقالت وبينت قدامها، بتقول لها انت بتعملي فيا كده ليه؟ يعني انت اللي عملت بتعملي فيا كده، ما كنتش متوقعاك يا اختي يا بنت امي وابويا تعملي فيا كده. غير ان هي بقى طلعت الست امها، وبيقولوا ان هو مقلب، بس طارق في الفيديو بيقول ان هو مش مقلب، وان الست شايفه الكاميرا وبتبص عليها هي وبتصور، والله اعلم هي في حق، في دار الحق واحنا في دار الباطل، وربنا يرحمها يا جماعه ويغفر لها ويسامحها. بس انا جايبه الفيديو ده فعلا حقيقي، لان في امور كتير بتوضح حقيقه الست حلميه. ان الست حلميه على مبدأها زي ما هي، ست حلمية ما بتغيرش كلامها من السنين، من سنتين، من 3، من 4، هي على مبدأها وعلى كلامها بس ما بيتغيرش. ما حدش بيتغير كلامه غير بهتان، كل يوم بهتان في تغيير من الكلام، كل يوم بهتان حوارات، كل يوم بهتان تطلع لها بس مباشرة تلقح لها على حد، تطلع القنوات وبتسجيل بصوت منها وبتنكر، سبحان الله. لا ومصدقينها، ما فهمهاش ازاي. يعني هي التسجيل صوتي بصوتها، ان هي بتطلع القنوات عليها على اختها، وبتطلع القنوات على اخواتها، وان هي يشتموهم وان هم يقولوا فيهم، وفي نفس الوقت سبحان الله شايفين ان هي بريئة. ما فهمش ازاي. كمان يعني دلائل كلها بدينها، تهريب الفلوس والذهب والسبايك والبطاطين اللي ب150,000 بطاطين. كلنا شايفين حال القنوات عاملة ازاي، مشاهداتك لقناتك الاتنين ما يجيبولكيش 150,000 اساسا اللي انت هتروحي، وحتى لو هيجيبوهم لك مش هتروحي تشتري بيهم بطاطين وتطلعيهم. فده معروف قوي انه ده الدعم. وليه دعم ليكي انت بس؟ وليه من اين لك هذا يعني؟ بما ان كمان المتابعين ما عجبهمش كلمة من اين لك هذا يا بهتان، يعني تعالوا معلش، ايوه من اين لك هذا، من اين لك هذا؟ الفلوس دي كلها منين؟ توضيب بدل الشقة شقتين منين؟ اشتراء الارض قراط الارض يقطع ب1,000,000 جنيه، 3 قراريط في 3 مليون. منين وانت معاكي ال4 رجاله نايمين في البيت، اللي كان الراجل الاب ولا الاولاد ولا ربنا يحفظهم لك عامه يعني، نايمين في البيت. فمن اين لك هذا؟ ايوه انا بقولها من اين لك هذا؟ ما هي البلد هنا بتتحارب. الفلوس الدعم اللي زياده عن اللازم اللي بيجي على قنوات معينه، والقنوات دي تطلع لها 5 6 قنوات على اخواتها اللي هي من دمهم ومن لحمهم، من دمها ومن لحمها، كل يوم فاتحين بس مباشر عليهم بال4 ساعات وال5 ساعات يشتموا في اخوها وفي اختها وفي اختها وفي اختها. كل ده ما هو ايوه ما في حاجه غلط، ما احنا عاوزين نعرف الغلط ده جاي منين. واوعي تفكري ان القانون وان مباحث الانترنت نايمه، لا، الناس دي بتبقى بتركز بس وترتب المعلومات بتاعتها يا بهتان، وهتبص تلاقي نفسك في الكلبوش. ها؟ لاني ليه انتي بس؟ ليه؟ ما هو انتي خلينا واقعيين، انتي فاتحه قناه، ده انتي قلتي بلسانك، ودايما الكلام بيجي من مكانك بلسانك، قلتي ان انا القناه دي فاتحاها بس غص فيهم علشان انا الاساس، لكن انا من بكره الغي القناه. منين تلغي القناه؟ ومنين انت بتقولي القناه دي هي اللي بتصرف علينا، وهي اللي بتصرف على عيالك في المدارس، وهي اللي بتاكلكم، وهي اللي بتشربكم، وهي اللي مركباك عربيه، ومنها ومنها ومنها؟ منين الكلام ده كله؟ منين انت عندك استعداد تقفلي القناه
ومفيش مشكلة بالنسبة لك، ومن بكرة تدوري على مكان تاني وقناة تصرفي منين لما انت هتقفلي القناة؟ يعني انتي بتقوليها وقلتها مرة واتنين وتلاتة، ما اكيد انتي لو مش معتمدة على حاجة جايالك وبتجيلك، ليه لما انتي كنتي بتكلمي انك انت هتقفلي القناة؟ ده دليل انك انتي لسه جايبة بطاطين ب150,000 جنيه. وبعدين انتوا يعني انا شايفة اي حاجة تعملها الست حلمية تبقى وحشة وتطلعوا تنتقدوها، لكن بهتان لأ. بستغرب محدش طلع يعني وقال ان هي طلعت البطاطين وصورتها وصورت الفيديوهات وصورت المكان اللي راح توديه فيه والكلام ده كله. محدش قال ها ان دي الصدقة دي ما ينفعش تتعمل كده زي ما قالوا على الست حلمية. زي ما في برضو نفس النظام قناة كده علقت على ابو طارق، هو بيهزر من مع ام طارق ومسك ايديها. طب ما علقتوش ليه على بهتان وهي وجوزها لما حضنها وقال لها لبسك الفستان الابيض وهعمل لك وهي مسكت فيه كده؟ ما علقتوش عليها ليه؟ ولا يا حلوي لي داهية ووحش للست حلمية. فعلا بجد يعني انا مستغربة الناس اللي ما بتراعيش ربنا دي وما بتتقيش الله في اللي هي بتعمله. المهم حبايبي ومتابعين المحترمين، شاهدوا الفيديو وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وقولوا لي ايه رأيكم في الكلام اللي حاصل من بداية لما الست حلمية خدت الذراع بتاع اليوتيوب وعملت حفلة. والحفلة دي ما حضرتهاش بهتان، ومش عشان هم ما عزموهاش، لا عشان هي مش عايزة تحضر، لكن هي عزموها وقالوا لها ان احنا راح نعمل حفلة علشان الدراع والكلام ده، وهي رفضت وقالت ان وست حلمية راحت لها وهي طردتها من بيتها. يعني بصوا امور كتيرة جدا، يعني مش عارفة بصراحة يعني الواحد يقول ايه، لله الامر من قبل ومن بعد. بجد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لان هي طردت اختها من بيتها وطردت ابنها من بيتها وقالت لها ماليش دعوة بيكي، ولما راحت تعمل الحفلة. المهم انك انتوا شاهدوا الفيديو كده وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات بالكلام اللي حصل. حبايبي ومتابعين المحترمين، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس للكل علشان يوصلكم مني كل جديد، وما تنسوش لايكاتكم الجميلة وتعليقاتكم الجميلة. واللي مش عاجبه الفيديو يا ريت ما يحطليش تعليق. واي حد من متابعين بهتان لو مش هتكتب تعليق كويس ما تكتبليش تعليقات عشان مش حابه تعليقاتكم. واللي قلتها لكم وهفضل اقولها لكم وهرجع اقولها لكم تاني، اللي هيغلط في ابويا بالذات بابا بالذات خط احمر، اللي هيغلط فيه انا هغلط فيه وهشتمه وهرد عليه باوسخ الكلام. يلا اسيبكم في رعاية الله وحفظه حبايبي ومتابعين المحترمين، باي باي في رعاية الله.